السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده وانتم كتشاهدوا معايا هذا الفيديو ديال نهار اليوم. جيت باش نقدم لكم حلوه ديال الزمان اللي هي حلوه ديال البوق اللي ساهله وكتجي هشيشه بزاف بزاف وبمكونات جد اقتصاديه. يعني المبتدئات غادي ديروها نتوما بعينيكم مغمضين، غادي تجيكم ساهله لا في الطريقه ديال التحضير ولا حتى في المكونات اللي غادي تلاقاوهم ان شاء الله ماشيش غاليين. يعني غادي تشريهم وانتيا غادي تقدمي لهم واحد الحلوه اللي شهوه منها. المهم نخليكم دابا مع هاد الصور وندوزو ان شاء الله للطريقه ديال التحضير. المهم هنا كنحتاجو للزبده اللي 250 غرام ديال الزبده، عندي هنايا 2 كيسان ديال السكر الثقيل، وتنديرو قبيصه ديال الملح باش كتصحح لينا الذوق. المهم ضروري انه يكون السكر ثقيل. الا ما عندك السكر ثقيل شدي غير سنيده وطحنيها وخلي شويه تولي بودر وضيفها مع الزبده وخدميها مزيان مزيان. هو السر اللي كيعطيك الحلوه باش كتجيك زوينه هو انك كتخدمي الزبده مع السكر، كتخدميهم مزيان حتى تولي على شكل بوماد بحال هكا كما كتشوفوني انا كندير. بحال هكا حتى تولي المكونات متجانسه مع بعضياتها. ها هي كما كتشوفوا. دابا ان شاء الله غادي نضيف عليها كاس الاول تاع الزيت ونخدمو مزيان مع الزبده حتى كيتجانس ليا كاع المكونات اللي دايره. كنخدمها مزيان مزيان، كنحاول ندخلها شويه بشويه حتى تدخل لي ديك الزبده مع داك الزيت. عاد كنضيفو الكاس الثاني. الكاس الثاني اللي غادي نضيفو حتى هو تدريجيا، يعني شويه بشويه، وانايا نخلط في المكونات بحال هاد الطريقه. هي باش كتجي الحلوه ديال البوق اللي هشيشه كديرها في فمك كتذوب ليك. واكيد ان كليانك تيكونوا كيحماقوا عليها. انا بالنسبه ليا كيحماقوا على كلياني لان انا دائما عليها الطلب، ما كتخطانيش. يعني تقريبا كل يومين خاصني نديرها لان كيكون عليها الطلب بزاف بزاف. وتنزيد دابا البيضه الاولى، كنضيف عاوتاني البيضه الثانيه، حتى هما تنخلطوهم حتى دوك المكونات كاملين كيدخلوا مع بعضياتهم مزيان مزيان. في هذه المرحله بالضبط قبل ما كنضيفو الدقيق، في هذه المرحله بالضبط كتعطيه الجهد ديالك، كتعطيه الجهد مزيان. كلشي المكونات كيدخل مع بعضياتهم. كنضيفو راه حتى تنديرو الزبده ونديرو الزيت ونديرو البيض. اخر حاجه دائما كتكون هي النكهات. بحال هنا درت الفاني مع قهوه ديال سريعه الذوبان وشويه ديال النكهه ديال القهوه. هي شويه ما تكترش بزاف باش ما تغيرش داك اللون ديال العجين، يعني ما يعطيناش اللون اسود، كيكون واحد اللون ماغون خفيف. المهم كنخلطوا هاد المرحله قلت لكم قبيله عطيوها الجهد مزيان. دابا ملي غنضيفوا الدقيق غادي ناخذوا الاصابع ديالنا باش غادي ندخلوا داك الدقيق في دوك المكونات. يعني ما نعجنوهاش صافي العجينه، ما نعجنوهاش، يعني ندخلوها باطراف ديال الاصابع ديالنا صافي. هنايا راه خدات ليا الدقيق 800 غرام ديال الدقيق اللي دخلت ليا في العجين. تنبقاو بحال هكذا مستمرين حتى نديرو داك الكميه كامله اللي عندنا. ولكن واخا هكاك يعني كنشوفوا عندنا ميزان، واخا كنعبروا الدقيق ولكن كاين واحد الدقيق اللي دغيا كيشرب، كاين واحد الدقيق اللي ما كيشربش. يعني يقدر تاخدي 800 غرام، تقدر تاخدي اقل. صافي تتولي بحال هكا العجين اللي تكون خفيفه، يعني ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش جاريه بزاف. صافي تناخذوا البوق ديالنا تنبقاو نخرجوا على هذا الشكل. ضروري دوك الاطراف ما نخليوهمش، ضروري نقادو قبل ما نخرجوها من داك البوق، نحيدوا ليه دوك الاطراف اللي كيكونوا باش ما يتحركوش لينا في الفران. والفران في هاد اللحظات راه تنكون انا مشعلاه باش كيسخن. علي ما كنكمل انايا الحلوه ديالي كيكون هو يسخن والعافيه كتكون مهيله. دابا نوريكم بحالاش غادي تكون العافيه ديالو. ونحاولوا دائما نقيو داك البوق قبل ما نخرجوا الحلوه ديالنا باش ما دوك الاطراف ما يتحرقوش. كنستمروا بحال هكايا حتى نكملوا كامل الكميه اللي عندنا.
يعني راه ساهلة ساهلة، جربوها بعينيكم مغمضين، وان شاء الله نتمنى انها تكون زعما تنال الاعجاب ديالكم. وما تنساوش الاشتراك في القناة وتقولوا لي الاراء ديالكم، واي سؤال عندكم ولا اي استفسار بغيتو ولا اي حاجه بغيتوها قولوها لي ان شاء الله في كومونتيرات، انا غادي نجاوبكم. نتمنى ديروا لي ديك البصيمه باش تشجعوني انني نزيد في وصفات اخرين، ونوريكم يعني كل شيء اللي عندي ان شاء الله. صافي تنستمر بحال هكايا حتى نكمل كامل اللي عندي. هيا كما كتشوفوا دابا غادي ندخلوها الفران. هاي العافيه كما قلت لكم، شفتوا العافيه كتكون مهيله، يعني ما تكونش مجهده بزاف وما تكونش ناقصه بزاف، تكون في الوسط. انا ديجا دخلت الطاوه الاولى هذه، راه غير صورت بها باش تشوفوا. هانتوما دابا هي من بعد ما طابت خرجتها، كتجي محمره لونها ذهبي. صافي تنجمعهم بحال هكا، لانني انا راه درت قدامكم غير كميه الاولى، اما انا راه كنت دايره 2 مقادير. مقدار كنت مصايباها من قبل، ومقدار درتو معكم نتوما. المهم بالنسبه للتزيين كنحتاجو هنايا كاوكاو مهرمش بالقشور ديالو والشوكولا مذوبه. نتوما لكم الاختيار، بغيتو ديروا شوكولا بيضاء ولا بغيتو ديروا شوكولا سوداء، الاختيار تيبقى لكم نتومايا. بالنسبه لي انا كان عندي طلب انها تكون شوكولا سوداء مع كاوكاو مهرمش، لانني كنديرها بعض المرات بشوكولا بيضاء، وكنديرها في الكوك كتجي حتى هي مذاق غزال. غير هو بالنسبه بحال انني درت هنايا النسمه ديال القهوه سريع الذوبان، بالنسبه ملي ندير الشكلاط الابيض والكوك الكوك كندير فيها غير الفاني صافي، النكهه تاع الفاني. دابا هي كنزوقوها بحال هكايا حتى تنكملوا الكميه كاملها اللي عندنا، ونتلاقاو ان شاء الله في النهايه وتشوفوا كيفاش كيكون في الاخر. المهم الا وصلتوا حتى لهنايا ما تنساوش ديروا واحد لايك وديروا واحد تشجيع في التعليقات، بانني تحفزني ونزيد ان شاء الله لقدام. وكنشكر اي واحد دار لي تعليق او دار لي شي كومونتير او شجعني، كنشكره من كل قلبي. المهم كنستمروا بحال هكايا حتى تنسالي الكميه كامله اللي عندي. شي كيفاش كيجي المنظر ديالو زوين، يعني ما كيحشمك ما والو. هنا وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا. نتمنى ان هاد الحلوه ديال البوخت تكون عجباتكم، ونتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا الخبر، ونقول لكم الصحه والراحه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد في وصفه جديده، ونخليكم على خير.